السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا جايه اعمل لكم حاجه كده، يعني ممكن تكون منتشره، بس انا ليه يعني ايه تعديل كأمل انا بعملها. يعني انا بعمل طول عمري البسكوت، واللي يعرفني بعمل كميات، وبعمل في العيد كل انواع البسكوتات، وبعمل كل حاجه، وكل سنه والناس كلها طيبه. آه وعيد سعيد عليكم يا رب، وتبقى سنه سعيده على الجميع ان شاء الله. وراحت السنة 2022 بكل ما فيها، وإن شاء الله 2023 تبقى سنة جديدة علينا و... وتبقى حاجة مكتوبة لنا، حاجة جديدة إن شاء الله بالخير إن شاء الله. النهاردة هعمل لكم البسكوت، أسرع بسكوت، مش هياخد وقت خالص، حاجة كده سريعة جدا جدا. ممكن تكون 10 دقايق 5 دقايق على حسب، بس هي في ثواني أنا هخلصها. أنا هنا معايا زي ما انتوا شايفين، معايا يعتبر نص كوباية زيت مع الزبدة اللي انا كنت مسيحاها. تمام اهي، لان انا بحب البسكوت يبقى داخل فيه زبدة. تمام تمام. هكسر عليها بضاية زي ما انتوا شايفين، ادي البضاية اللي انا هكسرها. تمام. بص، هي سريعة جدا، وعلى فكرة ممكن تعملوه بالزيت، بس انا بحب طعم الزبدة مع بحب طعم الزبدة. وتاني حاجة شوية الزيت اللي انا حطيتهم هما اللي بيدوا لمعة على البسكوت. معانا نص كوباية سكر مطحونة، التلاتة مع بعض اهو، مش هتاخد مننا وقت خالص خالص. مصطفى مستنيني ان انا طب قول لهم ازيكم، وكل سنة سعيدة عليكم. ازيكم يا شباب ويا بنات، عاملين ايه؟ وسنة سعيدة عليكم. وطبعا هو فاضل 5 ايام كده على السنة الجديدة، بس يعني ايه، يعني برضو يعني سنة جديدة ممكن ينزل الفيديو ده في اول السنة، وممكن ما ينزلش، يعني على حسب بقى. فايه، فانا طبعا الفيديو الجاي انا هعمل هيعمل لكم حاجة مفاجأة. هعمل لكم اكلة كده، اللي ايه هي ده؟ اكلة انا رمضانية. طيب ماشي يا سيدي، هما يستنوا منك الاكله الجميله بتاعتك. بص، انا كده حطيت الزبده مع السكر مع البيضه، ودوبتهم زي ما انتوا شايفين اهو، ما خدوش وقت خالص. وهنزل باول معلقه، اول كوبايه دقيق، اول كوبايه. انا هحط كوبايه تانية، بس انا ايه الحاجات الجافه دي معايا. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت بصراحه مصطفى منه دخل معايا في المداخلة، فنسيت احط الفانيليا، بس مفيش مشكلة خالص. ادي الفانيليا، فمفيش مشكلة خالص اهي. ادي المكونات معايا اهي. هجيب بقية الدقيق، انا نخلاه بكل حاجة، يعني انا نخلاه وحطاه في كيس. انا نخلاه من الصبح بصراحة، عشان كنت بعمل حاجات في المطبخ، فقلت انخله وابقى مجهزاه. تمام. دي الكوباية التانية، مش هحطها كلها علشان ايه، هبقى شايفة العجينة، لان العجينة دي انا مش هحط فيها لبن. زي ما انتوا شايفين اهي، لم معايا. اسهل بسكوت. بس هنا بقى التكه اللي انا هحطها، ان انا شلت شويه الدقيق، لان انا هحط مكانهم معلقه كبيره نشا. معلقه كبيره نشا، معلقه النشا دي هي اللي تديني القرمشه بتاعه البسكوته. معلقه النشا دي، شويه الدقيق اللي انا شلتهم، انا كده هشتغل بايدي. معلقه النشا دي هي اللي هتخلي
البسكوتة تديكي القرمشة اللي انت بتجيبيها من الكوكيز بره. او وزي ما انتوا شايفين العجينة لمت معايا. يبقى كوبايتين دقيق او كوبايتين الا ربع، لان انت هي الكوبايه ما فيهاش اصلا، يعني المعلقه الكبيره دي بتعادل ربع الكوبايه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على رسول الله. انتوا زي ما انتوا شايفين اهي لمت معايا ما شاء الله، ما خدتش وقت. هشكلها معاكم. شامي يا مصطفى ريحه الزبده جميله قوي على فكره. ريحه الزبده جميله جدا يعني ده بسكوت الزبده اصلا وما خدش وقت مننا. وهي انا هروح اجيب الصاج وهشكلها معاكم. والله فعلا. طب ماشي يا مصطفى، شكرا. مصطفى بيقول لي ريحه الفانيليا مع الزبده مع البسكوت طعمه هو لسه طعم ايه ده، لسه ما استواش. انا كده رحت هنا جبت لكم الصاج اهو ان شاء الله اللي هنشتغل فيه. ده الصاجات اللي انا بعمل فيها في كحك في العيد. بعمل كميات يعني. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله احنا مع بعض في العيد لو ليا عمر. وكل سنة والمسلمين والإخوة الأقباط وسنة سعيدة على كل الناس يا رب. وإن شاء الله كل حاجة ترجع لطبيعتها وترخص تاني والدنيا تبقى تمام بإذن الله. بإذن الله كل حاجة هترجع زي ما كانت. إن شاء الله سنة سعيدة علينا. أنا رجعت تاني لمتهم لأني عشان لو نفشت ولا فرشت معايا، لأن البيكنج باودر مع الفانيليا اللي اتحطوا فأكيد إن هي هتبقى معايا هتفرد معايا. المهم انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني. محدش ينسى وهو بيحط في الوصفة دي كوبايتين الدقيق بنشيل منهم شوية عشان بنحط معلقة نشا كبيرة عشان القرمشة بتاعة البسكوت. تمام. وحاجة كده وانتوا قاعدين بالليل، يعني ده هي ما بتاخدش وقت. يعني انا بكلمكم والفرن انا فاتحاه بقاله 3 دقايق. حاجة كده وانتوا قاعدين كده، حاجة سناك كده جنب كوباية شاي. يوم خميس مثلا قاعدين قاعدة عائلية، جالكوا حد وما عندكوش حاجة تقدموها. يعني في حاجات بسيطة قوي قوي ممكن تتعمل تسعد اللي حوالينا. والله انا بكلمكم الريحة تحفة. وزي ما انا قلتلكوا بيضة نص، اقل من نص يعني، زبدة على شوية زيت. وشوية الزيت الغرض منهم ان احنا ندي البسكوت لمعة. اما للناس اللي بتصوم من الاخوة الاقباط يستبدلوا الزبدة دي خالص، يستبدلوها بزيت عادي مفيش اي مشاكل. بالعكس هيبقى جميل جدا. والدقيق ومعلقة النشا دي ضرورية جدا للقرمشة عشان تحسي ان البسكوتة بتقرمش، حتى وانت بتشربي وبتنزليها في الشاي كده تحسي بقرمشتها. وبعدين ما تنسونيش يا جماعة في التعليقات. انا حسيت ان كل الناس المشتركين عندي اكتفوا ان هما لما يشوفوني يقولوا لي الحاجة جميلة. طب يعني علقوا، اكتبوا لي تعليق يعني. انا متشكرة قوي وبفرح لما انتوا بتقولوا لي وبتقابلوني او بتكلموني في التليفون او كده. بس والله يعني تعليق واحد، اكتبوا لي تعليق يعني. وان شاء الله لما اخلصه ويطلع من الفرن هزينه لكم بشكل كده سمايلي فيس. هحاول على قد كده اوصل الشكل للبابا نويل شويه، بس انا ما اعتقدش يعني، انا مش رسامه. انما انا بقى يعني ان شاء الله هنزل لكم والله بحاجات حلوه كتير وحاجات حلو وحادق. فان شاء الله احنا مع بعض باذن الله. وسنه سعيده على الجميع يا رب. ما تنسونيش في اللايك بقى والشير والاشتراكات. يعني يا ريتكم يعني تفعلوا الاشتراكات وتفعلوا برضو صفحتي على الفيس مطبخ امل. هتلاقوا نفس الصورة اللي محطوطة على القناة.
هو الايميل بتاعي، الفيس بتاعي ان شاء الله. وكوبايتين الدقيق اهم، هقولكوا عملوا كام بسكوتة بالظبط. هعدهم لكم حالا. انا كده خلصتهم. هنبتدي بقى ان احنا ايه، هنيجي كده اهي زي ما انتوا شايفين. الصاج اللي انا بعملكوا فيه ده، انا اشتريته ب22 جنيه، كنت شارية 3. بس بصراحة من احلى حاجة انا اشتريتها في حياتي. لا بيلزق ولا بدهنه ولا الحاجة بتلزق فيه ولا بتتحرق. كنت شارياه ب22 جنيه. سبحان الله يعني. وان شاء الله يعني انا اللي انا جبت منهم اجيب منهم تاني 2 أو 3، لان انا في العيد ببقى بعمل كميات زي ما قلتلكوا. زي ما انتوا شايفين اهو، ما خدش مننا حاجة. الوقت اللي انتوا هتشوفوا فيه ده انا كمان عمالة ارغي عشان انا عايزة ارغي معاكم. بصوا كام بسكوتة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 بسكوتة بالظبط. واحنا كده لسه مطلعاها من الفرن حالا زي ما انتوا شايفين اهي. ما خدتش بالظبط كلها في الفرن، ما خدتش دقيقتين اهو. اهو معايا اهو، لسه سخنه اصلا اهو زي ما انتوا شايفين اهو، زي الفل اهو. وما خدتش دقيقتين، وكله على بعضه ما كملش اساسا 10 دقايق. بس اهم حاجه محدش ينسى معلقه النشا، هي اللي هتدي البسكوته قرمشه. تاني حاجة اللي ممكن للناس الإخوة الآباء، طبعا أنا عارفة إن هما لما بيصوموا بيبقى ممنوع إن هما ياكلوا زبدة فالحاجات عندهم بتبقى بالزيت. فهم يشيلوا الزبدة خالص ويحطوا مكانها نص كوباية زيت. وكل سنة وهم طيبين والإخوة المسلمين والإخوة الآباء، وسنة سعيدة على جميع الناس وبالهنا والشفا. وما خدش مننا 10 دقايق. وده الشكل الاخير بعد ما اتقدم. وطبعا انا عندي شوكولاته، انا عملت كده بشكل عشوائي ولا عارفه اعمل شكل بابا نويل. معلش انا ماليش بقى في انا والبتاعه الاشكال اللي انا بشكل بيها. بصراحه انا شايلاها بشيلها من السنه للسنه، فلسه ما طلعتهاش. فعملت بالمعلقه كده حاجتين بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. بس والله بصوا الطعم جميل جدا، وبصوا صوت القرمشه سامعين. الطعم حلو جدا من جوه، وبصوا جميل سامعين، جميل جدا. ومصطفى عمال ياكل فيه وعاجبه بالهنا والشفا. وما تنسونيش بقى. باي باي.